ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض ماسك وهمي يا جماعه وسحر للبشره زي ما بقولك كده. باذن الله هيعالج اغلبيه مشاكل البشره، ده لو مش كلها. بس اهم حاجه نصلي على النبي كتير جدا، وكمان اشتركي في القناه عشان باذن الله يوصلك كل جديد، ولايك وكومنت حلو زي كده. ويلا نبدا مع بعض. ماسك سهل وبسيط، بس يا جماعه الفوائد بتاعته كتير جدا، وكمان بيخلي البشره نقيه ما فيهاش تجاعيد. بيحارب طبعا التجاعيد، كمان لو عندك حب شباب بيبدا ان هو يزيله تماما. زائد ان هو بيبيض البشره جدا وبيديها ترطيب فوقك. طيب تعالي كده نشوف ايه هي حاجات الماسك ده. سهله وبسيطه، هما عباره عن مكونين بس المكونين دول بجد يا جماعه وهم للبشره. اول حاجه كده معايا باكت من الشاي الاخضر اهو، شايفين؟ هبدا ان انا بسم الله كده. اهم حاجه يا حلوين طول ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو يا ريت تصلوا على النبي كتير جدا اهو. وابدا بعد كده ان انا افضي كل الباكت من الشاي الاخضر. الشاي الاخضر بيعمل ايه للبشره؟ فوائده كتيره جدا. اول حاجه يا حلوين طبعا لو عندك احمرار وبشرتك فيها زي تهيج كده في الجلد، طبعا بيهدي الموضوع ده جدا. طيب فضيت كده الباكت زي ما احنا شايفين. باكت واحد من الشاي الاخضر هيخلي بشرتك باذن الله تتغير 180 درجه. طبعا نقيه جميله جدا، بيضه مترطبه ما فيهاش اي حبوب ولا بثور، وكمان صافيه جدا باذن الله. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيبدا ان هو يزيل طبقه الجلد الميت اللي على البشره، فبالتالي بشرتك بتبدا ان هي تنور وما بيبقاش فيه اي طبقه خارجيه فيها اسمرار ولا غمقان. تاني حاجه كمان ان هو بينقي الجلد جدا وبيزيل التجاعيد، وطبعا كمان بيبدا ان هو يزيل اي اسمرار واي غمقان في البشره. بجد يا جماعه بيخلي بشرتك عامله زي التلج من جماله. طيب نصلي على النبي كده يا حلوين طول ما احنا بنتفرج على الفيديو. طيب عايزه حاجه ترطب مع الشاي الاخضر، حاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه. مفيش احلى ولا اجمل من الزبادي يا جماعه. الزبادي بجد وهم للبشره. الزبادي بيعمل ايه؟ بسم الله هبدا كده ان انا حطيت حوالي معلقه كده صغيره، وابدا ان انا اقلب كويس جدا. بيعمل ايه الزبادي؟ نرجع كده لفوائد الزبادي اللي يعني مش بتتعد بجد من كتر ما هي كتير جدا. اول حاجه يا حلوين الزبادي بيبيض البشره، بيخلي بشرتك عامله زي بشره البيبي بالظبط. تاني حاجه بيخليها فيها ترطيب عالي جدا، وبيبيض وبيرطب البشره، وكمان بيخلي الجلد بتاعك ناعم ومفهوش اي تجاعيد. وطبعا مهم جدا الترطيب العالي للبشره، عشان بالتالي بيخلي البشره ما يحصل لهاش تجاعيد ولا يطلع لها خطوط، فبالتالي بشرتك مش هيطلع لها حبوب وتفضل دايما شباب. اعملي الماسك ده وعلى ضمانتي باذن الله هتدعي لي. وهم بيودي البشره في حته تاني خالص. زائد ان هو تقشير خفيف زي ما قلت لك، يعني بتعملي تقشير وبتبيضي بشرتك، وكمان لو في اي تهيج في الجلد بتبداي ان انت تزيليه تماما. وكمان بيمنع الحبوب، وكمان بيبيض البشره بيرطبها بعمق. يعني في كل حاجه تقريبا للبشره زي ما قلت لك. وهم يا جماعه للبشره اهو، شايفين؟ ومفيش اسهل من كده، مكونين بس وعملتي احلى ماسك للبشره ممكن تعمليها، يغير بشرتك 180 درجه. اهم حاجه يا حلوين طول ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو يا ريت تصلوا على النبي كتير جدا. بصوا هو جهز معايا خلاص، وبياخدش في ايدك ثواني، بس بتشوفي النتيجه بتاعته وهم على البشره اهو. هبدا في الوقت ده كده اكون غاسله بشرتي كويس جدا، هكون متاكده ان هي ما فيهاش اي بواقي من الميك اب. هبدا ان انا بسم الله بميه دافيه طبعا، ولا سخنه ولا ساقعه، تمام. وابدا ان انا بسم الله بكل سهوله، هو بيتفرد على البشره بكل سهوله، ما فيهوش اي صعوبه نهائي. وابدا بحركات دائريه هفرده على بشرتي كلها. لمده قد ايه؟ لمده ربع ساعه، تمام كده. بصوا سهل جميل مش مكلف، بس بيخلي البشره نقيه جدا جميله، ما فيهاش اي تصبغات، ما فيهاش اي غمقان. كمان بيخلي البشره لو عندك اي تهيج من الجلد زي ما قلت لك، لو عندك احمرار شديد بيبدا ان هو ينهي عليه تماما وبيرطب البشره بعمق. ليه فوائد كتير جدا يا حلوين، وطبعا اهمها ان هو بيمنع التجاعيد وبيخلي بشرتك دايما شباب، وده طبعا اللي احنا محتاجينه كلنا اهو. لمدة ربع ساعة زي ما قلت لكم، وبعدين هتبدأي ان انت تشيليه بمية دافية مش سخنة ولا ساقعة يا حلوين، تمام كده وبس. وبعد كده تبدأي انت تحطي المرطب بتاعك. شوفي جمال وحلاوة بشرتك قد ايه، بجد بينور البشرة قد ايه. تحسي ان انت بشرتك شكلها نظيف جدا، لانه بيزيل الطبقة الخارجية بتاعة الجلد اللي بيبقى فيها اي اسمرار اي غمقان. خلايا الجلد الميت بتزيلها تماما، فبإذن الله هتشوفي بشرتك بتنور بمعنى الكلمة. وبس كده يا حلوين، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت تدعموا الفيديو باللايك وتشتركوا في القناه عشان باذن الله يوصل لكم كل جديد. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد، مع السلامه.